بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في الحلقة السابقة اتكلمنا مع حضراتكم عن المهارات والمواهب وكيفية اكتشاف الذات وأهمية اكتشاف الذات. وصلنا إلى نهاية الحلقة عند نقطة مهمة جدا، وهي خطوات اكتشاف الذات الصحيحة، لأن كتير من الناس بتبقى حاسة بأنها ضايعة أو ضلت الطريق، مش عارفة كيفية اكتشاف ذاتها ازاي علشان تبدأ بعد كده تنميه وتطوره. ان شاء الله هنستكمل حوارنا مع الأستاذة نجوى ياسين، اختصاص علم الاجتماع والناشطة الإعلامية. السلام عليكم يا أستاذة نجوى. يا هلا بيكي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. الحلقة السابقة احنا توقفنا عند نقطة مهمة جدا، وهي خطوات اكتشاف الذات. نعم. زي ما قلت لحضرتك وقلنا للمشاهدين ان البعض مننا بيبقى عنده ضل الطريق، انا مش عارف اكتشف نفسي، مش عارف ايه الخطوات اللي انا اقدر اتبعها عشان اكتشف نفسي ومهاراتي ومواهبي، ثم بعد ذلك ابدأ في تنميتها وتطويرها والاستمرارية كمان على تطويرها. فنبدأ معاكي على بركة الله نشوف ايه هي الخطوات ان شاء الله. خطوات طبعا على حسب الدكتور إيهاب الحمرانة. اكتشف أول شيء أخذت لنا 5 نقاط، اللي هي اكتشف ميزاتك. ميزاتك، فين الميزة بتاعتي أنا؟ مميزاتي إيه؟ أو هي ممكن الإنسان يربطها كمواهبه، لكن ميزة، حتى ميزاته مثلا مش مواهب بس. يعني أنا ميزاتي مثلا فيها بيسموها بالإنجليزي strengths and weakness، يعني القوة والضعف بتاعك. فكل أنا ما أعرف نقطة ضعفي ونقطة قوتي، أنا من هنا ممكن أقدر أطور يعني أكتشف ذاتي، أعرف نفسي. مثلا أنا لو كنت يعني عندي إمكانيات، أو مثلا very social، يعني إنسانة اجتماعية، أو في شبه إنه مثلا أنا دقيقة في المواعيد، أو أشياء كذا. يعني أنا لو عرفت كيف هذا بيحاول إنه بيساعدك في اكتشاف ذاتك. أو مثلا عندك قصر في حاجة، إنك بعد كده إنك تحاول تعدل فيها. هو سهل إن أنا أقدر أكتشف مميزاتي. يعني في ناس بتعتمد على الآخرين، هو اللي يجي يقول لي ما شاء الله أدائك كويس، صوتك كويس، بتطبخي كويس. في ناس كتير ما بتبقاش يعني عارفة قيمة نفسها، زي ما بنقول مش عارفة القيمة الحقيقية ليها، بتبقى منتظرة الكلام ده أو الإطراء من الخارج. في يعني ممكن حتى إن واحد يمشي للمختص، ما ضروري يعني أنا المختص ما هيعمل يعني يجاب لك، مش هيجامل. ما يجاملك. في المختص ممكن أنا لو عايز أعرف مميزاتي أقعد مع مختصين. علم الاجتماع في مجال سايكولوجي، في مجالات كثيرة أنا أقدر أفهم منها مميزاتي. تطوير يعني في تطوير الذات نفسه، في اختصاص يعني personal development بيسموه. ففي الأشياء دي كلها أنا لو عايزة أطور نفسي بقدر أعرف مجالات كثيرة تساعدني على أساس إنه أنا أكتشف ذاتي. إن أنا أعرف مميزاتي من إنه إيه. يعني لو الإنسان بمرور الزمن لو كان صادق مع نفسه هيعرف. كل ما كان في صدق والشفافية في الموضوع بينك وبين نفسك في المرأة، بتقدر تعرف مميزاتك. ما في إنسان ما بيقدر يعرف نفسه أكتر من نفسه، لأنه بتكون أنت عارف نفسك. نجي نشوف النقطة. يبقى احنا قلنا الخطوة الأولى اكتشاف مميزاتك. التناغم مع القيم الراسخة. معناها إيه؟ بمعنى يعني أنا النهاردة في قيم يعني معروفة، يعني مثلا نحن كمسلمين، نحن مثلا من بلدة لبلد، يعني معروف، يعني عندنا عادات وتقاليد، قيم راسخة، يعني ما أمشي ضدها. بيكون في كونفليكت يعني مع نفسك نفسها، يعني بيكون في مثلا أشياء يعني بتكون خارج الحاجة المعهودة. بتكون أنت يعني في صراع داخلي، يعني لازم يكون في تناقض مع القيم اللي أنت واخدها. لو أنت عايز تكون صادق، وبعد شوية رحت عيالك التليفون خالتهم اتصلت، قول لها أنا ما موجودة، ماما نايمة، ماما مش موجودة. قيم أنا بعلمهم قبل شوية إيه، لازم تكونوا صادقين. عملت حاجات غير تناقض. ما متناقض. يعني عدم التناقض في القيم نفسه يعني
بيخليني إنه أنا ما بقدر أكتشف ذاتي. لازم يكون في تناغم. كل ما أكون صادقة، كل ما أكون يعني ماشية على قيم معينة أنا أخذتها، الصدق، الإخلاص، المعارف، كل الأشياء اللي تحسي إنها هي دي قيمك أنت، هي حتساعد الإنسان. تمام. نمبر 3 أو رقم 3، فهم عدم الأمان لديك. فهم عدم الأمان بمعنى إن أنا أبقى عارف أنا ببقى مش مطمن في أي مواقف ومطمن في أي مواقف. الأمان معناها إيه؟ يعني النهاردة يعني نحن بنروح من مكان لمكان طالبين الأمان. يعني بتكوني خليتي أعز الناس، أعز الأصدقاء، أعز من ضل الحروب. طبعا. ليه؟ عايزة أمان، عايزة سلام. هذا لو أنا عرفت ده على مستوى كبير. لكن لو أنت غير آمنة، موجودة مثلا في حي غير آمنة، يعني فيها مشكلة، في بيت أنت غير آمنة فيه، في يعني أشياء كثيرة بتحس أنت إيه عندك الأمان. حاجة تانية مثلا الأمان في عند بعض الناس مثلا إنها يكون عندها فلوس، الأمان المالي والاقتصادي ده. اقتصاد. في عندنا بعض الناس لازم أنا أكون متزوج عشان يكون عندي أمان. وجود الرجل في حياة البعض هو كل الأمان. في على مستوى، لو أنا فهمت عدم الأمان لدي أنا هو إيه، دي خطوات بتخليني أكتشف نفسي، لأنك بتكون راسخ. ذكر كلمة إنه بيكون راكز الإنسان، عارف نفسه، أنا أماني هنا، عايز الأمان بتاعي. عدم الإحساس بالأمان دائما بيخلي الإنسان غير قادر على الإنتاج، وغير قادر إنه حتى يفكر في أي حاجة، وإن فكر مش قادر إنه هو يطور لأنه مش حاسس باستقرار نفسي. تمام. لو إنه الأمان بشكل جزء كبير من حياة الإنسان، يعني رب العالمين ينزل فينا الأمان والاستقرار داخليا، لكن أنا أدور على الأمان بتاعي هو إيه مفهومه بالنسبة لي أنا. كل ما أنا أعرف مثلا أنا آمن الحمد لله، هذا بيؤدي إلى إنه أنا أقدر أكتشف ذاتي. دي خطوات مهمة شديدة. نشوف رقم 4، قال أعرف رسالتك في الحياة. ودي لو ذكرتي في الحلقة اللي فاتت اللي قلت لك الأخت اللي هي اللي كانت اللي أثرت فيها، هي أكثر من شخصيات بتأثر فيك. زي الأخت دي مثلا نحن ذكرنا اسمها، يعني أنا مستحيل أنساها. يعني كل ما يضرب مثل، يعني رسالتها في الحياة كانت إنه يعني زوجي يكون سعيد، وحد امرأة أيضا، يعني ما في فرق إنه هو عشان نذكر المشاهدين بالقصة، ولو عايزين تعرفوها أكتر هتلاقوها إن شاء الله موجودة على قناة سلام على اليوتيوب. ولكن يعني هي علشان تسعد زوجها وهي ما كانتش بتنجب فخلته يتجوز، ما اقتصرش الأمر على كده، هي كمان بدأت إنها تعتني بزوجته اللي احنا بنسميها بين قوسين ضرتها، تعتني بأولادها وما إلى ذلك. هل ده مش ينافي الطبيعة شوية النسائية لو في صعوبة نفسية؟ جدا جدا. وهذه هي لأنه أنا لما أنا أكون يعني شوفي، يعني حتى ذكر قصص يعني صحابيات جليلات، أم سلمة رضي الله عنها. يعني لاحظي إنه السيدة أم سلمة زوجها كانت تحبه شديد، فلما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم يبدلك خيرا منه. مين خيرا منه؟ أبو سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كانش يعني تظن أبدا إن في خيرا منه. فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم طلب إيدها، عرفت نفسها، عرفت ذاتها. شديدة الغيرة. قالت يا رسول الله، يعني حتكون في مشكلة، في حد يرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن عارفة نفسها إن لو دخلت في هذا المجال حتكون في مشكلة بعد ذاك. فقال لها حدعو لك الله سبحانه وتعالى على أساس إنه يرفض. ليه؟ لأنها فطرة المرأة. ولو تلاحظي الكمين اللي كان يحصل عند نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي سيدة عائشة لما خرجت ورا رسول الله تشوفوا، وهذا صحابيات يعني كان رايح البقيع، ما كانش رايح عند حد من زوجاته العسل.
اللي ياكلوا يعني بيقولوا له زينب قبل ما يخشوا على واحدة منهم بيمر عليها بس قالوا له ريحتك يعني شوفي المكايد اللي بيعملوها النساء على أساس إنه الغيرة بتعمل إيه. وسيدة عائشة لما كسرت الصاع أو الطبق اللي فيه الأكل اللي جاي من عند السيدة أم سلمة، تمام. والرسول قال غارت أمكم، فهي طبيعة. فلما تمشي ضد هذه الطبيعة هذه ميز، هذه رسالة في الحياة. لما تركت اسم يعني ما في امرأة ما تعرفها في استراليا دلوقتي. لما أسأل لما توفت أنا أقول لهم الله يرحمه يذكروا محاسنها. الله كانت كذا. يعني هذه هي الرسالة. لا وهي بعد ده كله كانت مريضة كم 20 سنة. كان عندها مرض مزمن يعني سبحان الله. وربي يتقبلها مع الشهداء إن شاء الله. بنذكر محاسنها، بنذكرها ليه؟ يعني في أخوات كتار راحوا من هذه الدنيا لكن سابت لنا إيه؟ أثر. وهو رسالتك في الحياة هي إيه؟ ما كانت إنه مثلا أنا ما قدرت أنجب أو مثلا ليه في رجال ونساء عايشين من غير أطفال والحمد لله بيقولوا وبيكتفوا. لا كانت يعني فوق هذا وحبت إنه هو يعيش وينجب، وهذه خصلة ما سهلة. أقول لها ربنا يرحمها ويحسن إليها أختي نعمة، فكل مرة بذكرها بالخير. مثال تاني تمام. أمثلة كثيرة لكن دي واحدة برضو بتأثر فيها. كانت معلمتي شابة صغيرة يعني جات لأستراليا بدأت تعلمنا القرآن تجويد في بيتها. البيت كان صغير جدا يعني حتى يعني غرفة ومثلا مش كل صويلة مش صالة ونفسها مطبخ. الزوج لو جاء لازم ينتظر برا والدنيا مطر وهي بتعلم القرآن. يعني مش كلاس واحد ولا 2 بيكونوا 10 كلاسات ورا بعض. وبتكون هي حامل ومشقة 10 جلسات. أيوة لأنه عرفت إنه رسالتها في الحياة هي عايزة تعمل كده. اليوم لا وكمان الزوج متقبل. وأقول لك اليوم وهذا هو التأثير. النهاردة هي شخصيا في مركز كبير باسمهم ما شاء الله. مركز كبير تحفيظ قرآن اللي هي من هي بدأته من هذا المجال ما شاء الله. ففي نموذج جميلة. ليه؟ لأنه عرفت رسالتها في الحياة. تمام. طيب الخطوة التي تليها احنا كده شفنا أولى الخطوات كانت اكتشاف مميزاتي. أيوة. الوعي بالمكان الذي وصلت إليه في رحلة التطور الروحي. لازم يكون عندك وعي. بمعنى ايه الوعي بالنقطة التي وصلت إليها في التطور الروحي؟ حاسة الجملة أي حد يعني ممكن يسمعها فيها يعني فيها فلسفة كبيرة أو عايزة شرح. تمام. يعني أنت بتكون قاعد في مكان يعني في مكان أنت وصلت فيه. بعد مرات لازم نتفلسف. ليه؟ عشان الإنسان يكون قريب لربه، يتفانى هذه الدنيا، يصل لمرحلة إنه هذه الدنيا فانية عشان يكون إيجابي في الحياة، عشان يشوف مثلا تطوره في الحياة حيمشي من فين إلى أين. يعني لما تصل للمرحلة بهذا الشكل فالإنسان دايما بيكون وعيه يعني فوق، بيكتشف ذاته أكتر وأكتر. كل بيشوفها صغيرة. لو اتخانقت مع حد، لو ما وصلت للشيء اللي انت كنت تطلبه، لو كل هذه الأشياء بتكون وصلت رحلة في التطور الروحي. وهذا عميق جدا، وهذه لب الموضوع. لو أنا عرفت واكتشفت ذاتي وكان عندي عرفت جزء من موهبتي كويس، طيب أرجع لمهارتي. إذن أنا عندي الذات، عرفت ذاتي أنا اكتشفتها وعندي الموهبة، عرفت موهبتي فين. لو كانت في الطبخ، لو كانت في الإذاعة، لو كانت في ميديكال ولا أي مكان، في الطب أطورها. طيب سريعا
نطور كيف نطورها ازاي علشان نعطي نصايح لكل اللي بيشوفونا، مش نساء وبنات فقط. وغير يعني يكون هذا لب الموضوع هو كيف نطور لأي شخص صار مهارة في أي مجال يريده من خلال التمرين والتدريب المستمر. كيف؟ استمرارية. كيف أعثر على دافع عاطفي قوي لتعلم أو تطوير هذه المهارة. عاطفي، الدافع اللي بيخليني عايزة أطورها. عاطفي لازم يكون. عايزة تتعلم السواقة فور اكزامبل، مهارة ليه؟ أو عشان توصلني للوظيفة اللي أنا عايزاها، عشان ترحمني من المواصلات وتعبها وتأخير الأتوبيس فلان عليه. وصلني يا فلان وتعالى جبني يا علان وتاكسي لا، أنا عايزة بس أتعلم هذه السواقة. يبقى هنا الدافع فعلا عاطفي. تمام. يعني وفي برضو في مصالح أخرى هتضار. يعني تمام. دي واحدة من الأشياء. في أعثر على دافع عاطفي، ضع جدولا زمنيا والتزم به. لازم أنا أضع جدول زمني. ده عايز أتعلم السواقة، ما خلاها 2 3 10، لا، 2 3. قول مثلا أعمل حدود. أقول كأقصى شيء 6 شهور، كأدنى شيء 3 شهور. معقولة في ال3 شهور اللي أنا ما وصلت للحد بتاعي أسعى. لو أنا في ال6 شهور ما وصلت، أراجع ليه؟ هل السائق اللي بيعلمني ما كان كويس؟ أنا مثلا ما كنت بلتزم؟ هل هيساعدني على أساس إنه أنا ال6 شهور اللي جاية أكيد أنا أتعلم من الأخطاء بتاعي اللي هنا أصل للهدف بتاعي. تمام. لا تجعل الموهبة عذرا. رقم 3، لا تجعل الموهبة عذر على أساس إنك أنت لا تتعلم المهارة. أنا موهوب في كذا فخلاص، يعني معتمد على الموهبة فقط اللي موجودة بدون تطويرها، أو العكس. أنا ما عندي الموهبة دي عشان كذا ما هكتسب المهارة دي. أنا ما عندي الموهبة. هل ممكن أتعلم هذه المهارة؟ ممكن، لكن ممكن استخدم موهبتي لتعليم المهارة. لو أنا عندي ليها، أنا ممكن أكون طباخ ماهر، ما عندي موهبة، لكن ممكن أجيدها باستمرارية. لكن لو أنت عندك ليها كموهبة، النفس اللي قلناه، إنك تتعلمها في أسرع وقت. تمام. بإجادة. الرقم 4، حدد ما تريد أن تبدع فيه واتخذ الخطوات الصحيحة للبدء. حدد ما تريد واتخذ الخطوات الصحيحة للبدء، يعني أعرف أنا عايز إيه وابدأ أخد خطوات فعلية تجاهه. وناس كتيرة بتعمل مشكلة، خدت 3 4 أشياء وهو ما عارف خدتها ليه، لأنه فلانة ديكي عايزة تشايل كير عنده قروش كويسة، وهي ما بتحب تشايل كير، رعاية الأطفال. هي الأطفال اللي معاها مكرهينها في حياتها، وهي مش قادرة عليهم بس أصلا. فيه جوب تاخده 3 سنة درسته، لما تمشي هناك هتكون مشكلة. ما حتقدر تتواصل فيه بعد شوية، تكره العيشة بتاعتها. حددي ليه أنا عايزة ده، عشان أنا بحب العيال، عشان أنا بحب العمل الإنساني، عايزة أدرس في المعاقين مثلا، disability. عندي يعني واحدة من النساء اللي بتشتغل معايا عندها عاطفة كذا، يعني شفافة، الطفل براه بيجي عندها، جاذبة للأطفال دول. بس تتكلم معاه 2 3 تلقي الطفل هو اللي جا عندها. مع إنه الطفل ذوي الاحتياجات الخاصة أو التوحد ما بيكون إنسان منعزل، لكن هي عندها جاذبية. سبحان الله. لو أنت اكتشفت دي وأنت عندك الرغبة دي وحددتي، أنت هتصلي للهدف بتاعك. تمام. أحط نفسك ببيئة تعلم مناسبة. دي من الأشياء. والشيء الأخير، لازم البيئة بتاعتي، مثلا أنا ما أكون في بيئة أنا عايزة أتعلم كذا وأكون مع ناس غير كذا، تخصص تاني خالص مختلف تماما. أو طبيعة المحيطين بيا يكونوا مثلا سلبيين محبطين. تمام. فأنا ده كله بيكون دافع
يعني غير إيجابي بعض المرات لما أنا أكون في بيئة بتحبطني. كيف أنت بتشتغلي مع ناس بالشكل ده؟ أنا ما أقدر حتى أشوفهم بتشتغل في يعني الأصحاب يعني ذوي الاحتياجات الخاصة أو مثلا كبار السن وكذا، مرهلك مقرف مع يعني لازم تكوني انت في بيئه مناسبه لانه تعرف انت قاعده تشتغلي فيه عمل انساني. بالضبط، انت عندك القدره على الاستمرار فيه وحباه. ونرجع ليه معرفه ذاتك، لانك انت عارفه ذاتك انت قاعده تشتغلي ليه. تمام جدا. طيب بالخطوات دي احنا كده عرفنا ازاي نطور المهاره. نختم مع حضرتك ببعض النصائح لكل متابعين برنامج قوارير في اكتشاف المهارات والمواهب واكتشاف الذات وتطويرها، نصايح عامة للجميع. هي ما نصايح على قدر انه نتشارك فيها، يعني ان شاء الله مع بعض على اساس اننا نحن يكون كنساء فعالات ايجابيات في المجتمع، نعمل تغيير ايجابي. ودي واحدة من رسالتي في الحياة. كويس. النصائح اللي هي 6 نصائح، انك انت 6 نصائح نشترك فيها جميع النساء الناجحات. عايزة تكوني انسانة ناجحة نشترك فيها النساء الناجحات، هي الإيجابية طبعا. لازم أنا أكون إيجابية في الحياة، أحط زي ما يقولوا من هنا قطنة ومن هنا قطنة، ما اسمعش لأي حاجة، أو خدت من هنا وأطلع من هنا. أوه. لازم أكون أنا إيجابية، ما في حد يحبطني. أكون مستمرة في العجلة، وكل مرة مثلا بعد 99 فشل ممكن 100 بيصل الإنسان للنجاح. التعلق على العقبات، التغلب على العقبات. التغلب ما اجيش اقف قدام العقبه واقول خلاص انا انتهيت. باوندري. لغه، عايزه هي دكتوره في بلدها، جات في بلد لغه تانية خلاص دمرت. محاميه، صحفيه، لغه عملت لها باوندري، عملت لها حاجز. لازم اتقلب على هذه. ايوه مهمه قوي. خدتها في راسي، انا لازم اتقلب على هذه. كنا نحن بنعمل الآية لبعض النساء انهم يتعلموا اللغه. والله انا ده يعني مجرد ما انها تصل على اساس انها كوميونيكيشن، معنوياتها بترتفع لدرجه. بالضبط. فدي من الاشياء. يعني اكون منفتح رقم 4 على التغيير الايجابي. يعني مثلا لا يكونش عندي جمود، اكون ايوه. مثلا في التكنولوجيا، نحن هسه دلوقتي في عصر التكنولوجيا. انا ما احب التكنولوجيا، ادوني حاجه يعني لا، لازم يعني النهارده هي فلوس بتدخل بالتكنولوجيا، تتحول بالتكنولوجيا. أيوة. بدل ما اقول لابني تعال يا اخي شوف لي وتعال اعمل لي. اكيد يعني في البدايه ايوه، لكن وريني كيف، علمني. ايوه يعني علمني كيف، اشرح لي كيف. ما تخليني كل مرة أنده عليك أعمل لي كذا وسوي لي كذا. فلازم أنا أكون منفتحة على التغيير. ده من النساء اللي هم يعني عايزات ينجحن. يتقن فن قراءة الجسد. البودي لانجوج. النهارده هي فلان داخل على فلانة مكتئبة وما عارفة إيه وما طايقة حد، وأنت جيتيها عايزة تشربي معاها شاي او عايزه تتكلمي معاها في موضوع تضحكوا وتتكلموا ومنتظره منها رد فعل، او هي كان عندها ضيوف جايين مثلا. فلازم يكون في ايه، I have to read. حيكون في كلاش بعد شويه. ايوه لازم تقراي اللي قدامك علشان ما تصطدميش بيه. ايوه. او مثلا انا داخله على البوس بتاعي كان عنده مشكله وكذا، فلازم انا ما اكون انا المحطه اللي ممكن حد يرمي فيها اشياء. شوف الانسان ده لو كان عنده مشكله، لو كان عنده، ما انا المشكله. يعني أكون أقرأ الجسد يكون يديني الدفعة لقدام أنا عشان أكون أنجح في إنه قراءتي مع الجسد مع الناس التانيين. وكمان بتخليني أتجنب مواقف محرجة، أقدر أنسحب بسرعة قبل ما أتحط في موقف غير مناسب أو غير لائق بيا. تمام. آخر نقطة، يطلبن الاعتراف بإنجازاتهن، ودي ما بتحصل كتير. يعني اروح اقول مثلا تروح تقول للمدير بتاعها انا عملت 1 2 3 فمن فضلك يعني قدر ده، او في تقدير ليه في المؤسسه. هتبقى فيها صعوبه. لا كده بس.
أنا النهاردة اشتغلت 10 سنين هنا. كويس. تمام. دي إنجازات. كويس. أخذت دورات كذا، 1 2 3 طورت فيها نفسي. كويس. أو تمام. مثلا يعني كان إنجازي إنه أنا أخذت الشهادة جيت بشهادة كذا وأنا شهادتي كذا. I need to raise my، يعني لازم أنا السالري بتاعي يعلى. السالري بتاعي لازم يكون كذا، من إنه كل ما كان كذا. الإنجازات لازم إنه أطلب من الناس إنه يعترفوا بإنجازات. بتكسف. هي دي المشكلة. النساء الناجحات في معظم الأماكن إلى المجتمع بعض المرات بيظلم. طبعا بيظلم. أيوة. فعشان كذا أنت لو عارف إنك وصلت مرحلة من المراحل اللي هي أنت أنجزت فيها، فأنت اللي بتطلب الاعتراف بهذا الشيء. إن ما كنتش تعرف قيمة نفسك محدش هيقدر، مش هيعرف قيمتك. الحقيقة نختم مع حضرتك بالجملة دي الأستاذة نجوى ياسين، اختصاصي في علم الاجتماع والنشطة الإعلامية. بشكرك جدا جدا على وجودك معنا وعلى الطرح الجميل والمميز، واللي إن شاء الله هنستكمله في حلقات أخرى بإذن الله. إن شاء الله نكون استفدنا وأفدنا. أكيد. إن شاء الله. أكيد. إلى حلقات قادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. تسلم يا رب. وإلى أن نلقاكم. طبعا الشكر موصول لكل متابعين برنامج قوارير. مهم جدا لكل الناس إن هم يكتشفوا ذاتهم ومهاراتهم ويطوروها. الإنسان طول ما هو عايش في الدنيا لابد إن هو يعمل على تطوير نفسه وعلى تطوير مهاراته عشان يقدر ينتج في المجتمع المحيط به وينتج لنفسه الأول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إن شاء الله من المؤثرين، من الداعمين، ويجعلنا في سيرة حسنة وإحنا عايشين، وسيرة حسنة برضو يعني نمضي ونترك أثر جميل بإذن الله تعالى. إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.